في نهاية فيلم شازام اللي نزل سنة 2019 كل اخوات بيلي باتسون بالتبني قدروا يتشاركوا قدرات شازام مع بيلي، مما حولهم كلهم لأبطال خارقين كل واحد فيهم عنده جزء من قدرات شازام. لو انت ما قريتش الكوميكس خالص ممكن تفتكر ان دي افتكاسة من الفيلم، بس في الحقيقة الكلام ده ليه اصل في الكوميكس. وعائلة شازام مش بس فريق ابطال موجود في الكوميكس، ده يعتبر من اول عائلات الابطال الخارقين في تاريخ دي سي. في الفيديو ده هنعرف قصة شازام فاميلي وتاريخهم في الكوميكس، وهنشوف ازاي اتغيروا على مر العصور من ايام ما كان لسه اسمهم مارفل فاميلي. طبعا قبل ما ابدا الكلام عن عائله مارفل لازم نتكلم عن المؤسس بتاعهم كابتن مارفل. انا حكيت قصه كابتن مارفل بتاع دي سي بتمعن اكتر في فيديو سابق، وشرحت فيه ليه اسمه اتغير من كابتن مارفل لشازام. طبعا في الفيديو ده مش هتكلم عن كل نسخ المارفل فاميلي في كل اكوان دي سي المتعدده، بل هركز على اكوان الكوميكس الرئيسيه واللي هم كالاتي: كون ايرث اس، وده يبقى الكون اللي شهد اول ظهور للشخصيات دي. كون نيو ايرث، واللي كان كون دي سي كوميكس الرئيسي من سنه 1985 لحد 2011. واخيرا كون برايم ايرث، واللي يبقى الكون الرئيسي اللي بتقع فيه معظم احداث كوميكس دي سي الحاليه. زي ما عارفين اول ظهور لشخصيه بيلي باتسون كان في العدد الثاني من ويز كوميكس، ودي سلسله كان بيتم نشرها من شركه فاسيت كوميكس. زي ما قلت قصه اول ظهور لكابتن مارفل بتقع في كون بيطلق عليه حاليا ايرث اس، وفي الكون ده قصه الطفل اليتيم اللي اسمه بيلي باتسون بتبدا لما قابل ساحر عتيق فائق القوه اسمه شازام، كان عايز يورث قدراته الخارقة لحد يكون نبيل وطيب وقلبه نقي. وبعد مراقبة بيلي لفترة طويلة قرر ان بيلي يستحق حمل قدراته. من ساعتها لما بيلي بقى يقول كلمة شازام بتنزل عليه الصعقة بتحوله للبطل كابتن مارفل، واللي عنده قدرات خارقة كتير مستمدة من قدرات شخصيات اسطورية، وهم حكمة سولومون، قوة هيركليز، قدرة تحمل اتلس، طاقة زوس، شجاعة اكيلس، وسرعة ميركوري. اول حرف من كل واحد فيهم مع بعض بيكونوا كلمة شازام. طبعا من ساعتها كابتن مارفل اصبح بيستخدم قدراته دي كلها في محاربة الشر على مدار القصص اللي ظهر فيها، وفضل يعمل كده لوحده لحد العدد 21 من نفس السلسلة، واللي صدر سنة 1941 واللي شهد اول ظهور للمارفل فاميلي. في العدد ده بنكتشف ان بالصدفة في 3 اشخاص تانيين اسمهم برضو بيلي باتسون. ال3 اطفال دول راحوا يزوروا الراديو اللي بيلي باتسون الاصلي شغال فيه، ولما بيلي قابلهم وعرف انه بينهم تشابه اسماء قرر انهم لازم يبقوا صحاب، وتحول قدامهم لكابتن مارفل. ما هم بقوا صحاب بقى. للاسف في الوقت ده دكتور سيفانا ألد اعداء كابتن مارفل بعت 3 مجرمين علشان يخطفوا بيلي باتسون، لكن ال3 مجرمين اتلخبطوا وكل واحد فيهم خطف واحد من العيال اللي اسمهم شبه اسم بيلي. بيلي باتسون الاصلي طبعا راح علشان ينقذهم، لكن سيفانا قدر يقبض عليه وكتفه هو والاطفال على آلة بتقربهم بالتدريج ناحية منشار. بيلي حاول يقول شازام علشان يتحول لكابتن مارفل، بس صوت المنشار كان مغطي صوته بالكامل. ساعتها بيلي غمز للاطفال ال3 اللي معاه، وهم فهموا انه عايزهم يقولوا كلهم بصوت عالي شازام علشان يساعدوه يتحول. ال4 قالوا مع بعض شازام، واللي حصل كان مفاجأة، ال4 اتحولوا لكابتن مارفل مش بيلي بس. من ساعتها ال3 اطفال دول بقوا ملقبين بلويتننت مارفلز، وكل واحد فيهم بقى ليه لقب خاص بيه، وهم فات مارفل يعني مارفل التخين وده لانه تخين، هيل مارفل وده لانه جاي من الجنوب هيل بيلي وكده، واخيرا تول مارفل يعني مارفل الطويل وده لانه طويل. المهم كابتن مارفل واللويتننت مارفل مع بعض بقى اسمهم مارفل فاميلي يعني عائلة مارفل. بس طبعا اللويتننت مارفلز دول ما يقدروش يتحولوا الا لو هم وبيلي قالوا شازام في نفس الوقت، وعلى الحال ده فضلوا يعملوا مغامرات كتير قوي مع بعض ضد اشرار كتير. لكن عائلة مارفل في كون ايرث اس ما اقتصرتش فقط على ال4 دول، في فرد جديد هينضم للفريق قريب وقصته كالآتي. في العدد ال25 من ويز كوميكس كابتن مارفل كان بيحارب شرير اسمه كابتن نازي، وبسبب ان كابتن نازي ده راجل مؤذي راح هاجم راجل عجوز وابنه بدون سبب واضح ورماهم في البحيرة. كابتن مارفل للأسف ملحقش ينقذ الأب، بس عرف ينقذ الطفل، والطفل ده هو فريدي فريمان، واللي لاحقا هيبقى أعز أصدقاء بيلي باتسون. لما كابتن مارفل أنقذ فريدي كانت حالته متدهورة جدا، والحل الوحيد انه ينقذه كان انه يعيره جزء من قوته بمساعدة الساحر شازام. ده خلى فريدي لما يقول شازام برضه بيتحول لبطل خارق زي كابتن مارفل، وكابتن مارفل قرر يطلق عليه كابتن مارفل جونيور. بس انا كنت عايز اسمي نفسي انت اسمك هيبقى كابتن مارفل جونيور.
من ساعتها كابتن مارفل جونيور انضم للمارفل فاميلي وبقى يساعد بيلي في كتير من المغامرات برضه. لكن طبعا المارفل فاميلي ما تكملش من غير واحده من اهم اعضائها. في العدد ال 18 من كابتن مارفل ادفنتشرز بيلي بيكتشف انه عنده اخت توأم اسمها ماري، وان بعد موت ابوه وامه في حادثه العربيه في ست خدتها وربتها. بعد لم الشمل الجميل ده بيلي قرر يقول لها ان هو كابتن مارفل، وساعتها ماري تساءلت هل بما انها اخت بيلي التوأم ممكن تتحول برضه لو قالت اسم شازام. بيلي قال لها مستحيل، يعني شازام يدي قوته العظيمه لبنت. وهوب بيلي اتكبس لما في صعقه نزلت من السماء اول ما ماري قالت اسم شازام، وتحولت هي كمان لبطله خارقه. ماري اصبحت ملقبه بماري مارفل وانضمت لكابتن مارفل وكابتن مارفل جونيور في المارفل فاميلي. عائله مارفل السعيده دي بدات تلم ناس اكتر في طريقها، وانضم لهم واحد نصاب اسمه دادلي واللي كان بيدعي انه عم ماري. دادلي طبعا ما كانش عنده اي قدرات خارقه، بس بيقول شازام وبعدين يجري بسرعه يغير هدومه ويجي. ولما بيتزنق قدام حد بيقول لهم انا مش عارف اتحول علشان عندي مرض اسمه شازامباجو بيفقدني كل قدراتي. وظهرتش ليه؟ ربنا يكفيك شر الامراض يا عم، روح بقى. وبالرغم من ان كل اعضاء المارفل فاميلي عارفين انه بيحور، الا انهم علشان بيحبوه سايبينه يحارب الجريمه معاهم تحت لقب انكل مارفل. وفي الحقيقه كان مفيد ليهم فعلا وساعدهم قوي في معركتهم مع الشرير بلاك ادم. سيبونا بقى من كون ايرث اس وتعالوا نشوف نسخه المارفل فاميلي في كون نيو ايرث اللي نشأ مع ريبوت كرايسيس اون انفينيت ايرثز سنه 85. في الكون ده المارفل فاميلي فيها نفس الاعضاء اللي كانوا في ايرث اس، لكن تاريخهم وطريقه اجتماعهم مع بعض هي اللي اختلفت. في النسخه دي ماري برضو اتفرقت عن اخوها من صغرهم، ولما الاتنين اتلم شملهم برضو اول ما قالت كلمه شازام اتحولت لبطله خارقه، وبرضو اصبحت ملقبه بماري مارفل. وهي وبيلي مع بعض اسسوا المارفل فاميلي بتاعه نيو ايرث، يعني قبل انضمام فريدي فريمان. بالنسبه لنسخه فريدي فريمان في الكون ده فهو برضو كاد انه يموت بسبب الشرير كابتن نادزي، وكابتن مارفل انقذه. لكن الفرق انه من الاول كان زميل بيلي باتسون في المدرسه، مش اتعرف عليه في الحادثه دي. وكابتن مارفل وماري مارفل هما الاثنين مع بعض قرروا بمساعده الساحر شازام انهم يدوا فريدي قدراتهم علشان صحته تتحسن. من ساعتها فريدي بقى اسمه كابتن مارفل جونيور وانضم للمارفل فاميلي. برضو في اختلاف كبير مع انكل مارفل بتاع كون نيو ايرث. في الكون ده دادلي مش نصاب زي النسخه القديمه، بل في النسخه دي هو فراش شغال في مدرسه بيلي، وقرر يعتني ببيلي لما لقاه يتيم ومعندهوش بيت. ولاحقا اكتشف انه كابتن مارفل بسبب زله لسان من بيلي. في عدد من الاعداد دادلي اتحول لبطل خارق اسمه انكل مارفل مؤقتا بفضل الساحر ايبس ذا انفينسيبل. لكن غير الحادثه دي النسخه دي من دادلي ما كانش بيحاول يبقى بطل خارق، وما كانش بيدعي انه عنده قدرات خارقه. نسخه نيو ايرث من المارفل فاميلي فضلت مكمله لسنين لحد ريبوت ذا نيو 52 واللي نشأ معاه كون دي سي الرئيسي، وطبعا جاب معاه تعديلات كتير جدا على تاريخ الشخصيات. طبعا اهم تعديل حصل على شخصيات كابتن مارفل هو تغيير الاسم، بسبب ان حقوق استخدام الاسم اصبحت مع شركه مارفل. دلوقتي بيلي لما بيتحول بيبقى اسمه شازام مش كابتن مارفل. وعلشان ما يحصلش لخبطه بينه وبين اسم الساحر تم تغيير اسم الساحر او بقى ببساطه يتقال عليه ذا ويزرد يعني الساحر. في الكون ده بيلي برضو قصته اختلفت شويه، بدل ما كان طفل يتيم بريء في النسخه دي بيلي فقدانه لاهله خلاه طفل مزعج ورخم، وكان عمال يتنقل لملاجئ مختلفه لحد ما اخيرا تبناه الزوجين فيكتور وروزا فاسكيز، واللي برضو كانوا متبنيين اطفال تانيين كتير وهم ماري برونفيلد، فريدي فريمان، يوجين تشوي، بيدرو بينيا، واخيرا دارلا دادلي. من اهم الاختلافات التانية هو ان الساحر في الكون ده ما كانش بيراقب بيلي واختاره من وسط الناس ولا حاجه، ده كان بيدور على اي حد علشان يساعده في التغلب على بلاك ادم اللي كان لسه راجع للحياه من قريب. انا شرحت قصه عوده بلاك ادم في كون برايم ايرث بالتفصيل في فيديو تاني. المهم الساحر بعد ما استدعى بيلي للروك اوف ايترنيتي ادرك ان بيلي مش جدير انه يصبح البطل شازام، لكن لما بيلي اتكلم معاه والساحر بحث اكتر في روحه اكتشف انه في الحقيقه هيعمل خير كتير بالقوه دي. الساحر قرر يدي قدرته لبيلي وقال له قول شازام، ولما بيلي ردد الكلمه اتحول فورا لبطل خارق عنده كل القدرات الخارقه اللي نعرفها. للاسف بيلي لا يزال دماغه دماغ عيل صغير، وبدا في البدايه يستخدم قدراته في حاجات عبيطه، واول شخص عرف موضوع شازام ده كان فريدي اخو بيلي بالتبني، ومع بعض بداوا يتسلوا بقدرات شازام كانها لعبه. لكن
فلما بلاك ادم ظهر وبقى يشكل خطر كبير، بيلي قرر انه يتحمل المسؤوليه ويستخدم قدراته في الدفاع عن الابرياء. اثناء معاركهم مع بعض بلاك ادم خطف اخوات بيلي بالتبني وخدهم رهينه علشان يجبر بيلي انه ينقل له قدرات شازام، لكن بيلي هنا ادرك انه يقدر بدل ما ينقل قوته لبلاك ادم يقدر ينقلها لكل اخواته بالتبني. بالفعل بيلي بيقول شازام وبيسلط التعويذه على اخواته، وفي اللحظه دي كلهم بيتحولوا لابطال خارقين، كل واحد فيهم عنده جانب من جوانب قدره شازام. بيلي واخواته قدروا يهزموا بلاك ادم، ولو عايز تعرف ازاي بالظبط شوف الفيديو بتاع بلاك ادم اللي في الديسكريبشن. من ساعتها بيلي واخواته اصبحوا مع بعض ملقبين بعائله شازام. فريدي فريمان اصبح ملقب بشازام جونيور، ماري برونفيلد اصبحت ملقبه بليدي شازام، والباقيين ما كانش ليهم القاب مش عارف ليه. لاحقا بنكتشف ان في نبوءه ان عائله شازام هتبقى مكونه من 7 افراد مش 6 فقط. لسه في عضو سابع المفروض ينضم لهم، بحيث كل واحد فيهم يقعد على عرش من ال7 عروش بتاعه الكونسل اوف ايترنيتي. خلال احداث المجلد الثالث من سلسله شازام، بيلي باتسون بيكتشف ان ابوه كلارنس باتسون لسه عايش. كلارنس بيحكي لبيلي ازاي انه طول الفتره دي كان في السجن، وبمجرد ما خرج بدا يدور فورا على ابنه. بيلي طبعا بيبقى سعيد جدا، وخلال سلسله من الاحداث بيلي بيشارك ابوه قدرات شازام، وكلارنس برضه بقى يتحول هو كمان لبطل خارق. دلوقتي عائله شازام اكتملت وبقوا 7 افراد، لكن للاسف القصه السعيده دي ما بتكملش، وبنكتشف ان كلارنس باتسون طول الفتره دي كان تحت سيطره الكائن الشرير مستر مايند، بهدف انه يستخدم قوه شازام في حكم ممالك السحر ال7. كلارنس ما كانش اب حنين بيدور على ابنه ولا حاجه، ده كان واحد حرامي غير مسؤول ساب ابنه من وهو صغير، ومن ساعتها ما فكرش فيه ابدا. في النهايه شازام بيقدر يتغلب على مستر مايند، وده بيؤدي الى ان كلارنس باتسون بيفقد كل قدراته الخارقه وبينسى كل حاجه حصلت في الفتره اللي مستر مايند كان مسيطر عليه فيها. ولما بيلي حاول يتقرب من ابوه يكتشف انه فعلا شخص اناني وعمره ما فكر حتى يدور على ابنه. كلارنس بعد كده ساب بيلي ومشي، وعائله شازام رجعت تاني ما فيهاش غير بيلي واخواته ال5 وبلاك ادم. خلال المعركه مع مستر مايند واتباعه، بلاك ادم كان بيساعد شازام فاميلي لانه مش من مصلحته ان مستر مايند يوحد الممالك تحت حكمه، لكن في الاخر بعد اتحادهم مع بعض ضد مستر مايند، بلاك ادم وشازام بدات تنشا بينهم علاقه تعاون. وهنا بنكتشف ان طول الفتره دي الفرد السابع اللي في النبوءه كان هو بلاك ادم. دلوقتي شازام فاميلي مكونه من بيلي واخواته ال5 وبلاك ادم، وكل واحد فيهم قاعد على عرش من عروش الكونسل اوف ايترنيتي، وكل واحد فيهم بيحمي مملكة من ممالك السحر ال7. بكده شفنا قصة نشأة فريق مارفل فاميلي منذ أول ظهور ليه، وإزاي اتغير مع ريبوت كرايسيس أون انفينيت ايرثز، وإزاي اتغير تاني مع ريبوت النيو 52 وأصبح اسمه شازام فاميلي. وشفنا برضو الأعضاء المؤسسين لكل فريق منهم، وإزاي الأعضاء دول اختلفوا بين كل نسخة والتانية. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات علشان ما تفوتوش أي فيديوهات جديدة سواء هنا أو على قناتي التانية. شكرا للمشاهدة وأشوفكم الفيديو الجاي.